سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معانا. لا يا جماعة، ما هو لو انتم مفكرين ان احنا خلاص كده خلصنا احتفالات وان انا اتأخرت في ان انا انزل الحلقة بتاعة الاحتفال بفوز النادي الأهلي بال11، فانتوا غلطانين يا جماعة. انا لسه بحتفل لغاية دلوقتي بال11. ما هو بيني وبينكم كده ال11 عندي غلاوتها في نفس غلاوة التسعة. والله زي ما بقول لك كده. وفي الحلقه دي هقول لك ليه ال11 غلاوتها عندي في نفس غلاوه التسعه. لكن دلوقتي كل اللي انا عايزه منك ان انت تاخد نفسك العميق، تشد حزامك، وتعالى بينا ندخل في التفاصيل. والله زي ما بقول لك كده، انا لسه لغايه دلوقتي ما خلصتش احتفالات بال11. لسه عمال اتفرج على الفيديوهات واعيد في الفيديوهات واعيد في اللقطات وفي الافراح بتاعه اللعيبه وبتاعه كل صناع المحتوى واللي بيتكلموا عن ال11. ال11 ده وقعها عندي وفرحتها عندي في معزه التسعه زي ما قلت لك من شويه، وده ليه اسباب كتيره. خليني اقول لك انه على الرغم من انه التسعه دي كانت مهمه عندنا جدا وفرحتها بالنسبه لنا كاهلاويه كانت كبيره جدا جدا جدا، وده لسببين مهمين جدا. اولا انه كانت البطوله بقالها حوالي 7 سنين غايبه عن النادي الاهلي من 2013، والسبب الثاني كمان لان احنا بنكسب في النهائي الغريم والمنافس المباشر معانا سواء في الدوري المصري او في افريقيا نادي الزمالك. فعشان كده التسعه كان وقعها عندنا كبير جدا وافراحها كبيره جدا لغايه دلوقتي. لكن خليني اقول لك بقى انه ال11 جت، ونفس الفرحه اللي فرحتها في التاسعه فرحتها مع ال11، وده برضو ليه عده اسباب. اهمها من وجهة نظري والسبب الرئيسي عندي في الفرحة المبالغة دي بال11 هو انه النادي الاهلي قدر انه يرد على الظلم والفضيحة الكبرى اللي حصلت عليه السنة اللي فاتت وفي النهائي اللي فات، لما اتلعب المباراة من ماتش واحد في ملعب الفريق المنافس وفي ملعب الفريق الخصم، في مظهر بيتضرب بيه كل الاعراف العقلانية وابسط قواعد اللعب النظيف، ان انت على الاقل طالما انت مش قادر تحدد ملعب تلعب النهائي من ماتشين في ملعب الفرقتين. ولكن اللي حصل السنة اللي فاتت كانت فضيحة من الاتحاد الافريقي، وفضيحة شارك فيها وللاسف الاتحاد المصري لكرة القدم، وكلهم اتلعبوا على النادي الاهلي وكلهم حطوا النادي الاهلي في وش المدفع. علشان كده المرة دي النهائي ده والبطولة دي عزيز عليا جدا، لان احنا ردينا على نفس الفريق واثبتنا لهم ان انت لما هتلعب بالعدل وهتلعب ماتش هنا وماتش هناك النادي الاهلي هيقدر ان هو ياخد البطولة، وده اللي حصل الحمد لله. عشان كده انا لسه لغاية دلوقتي بغني السطلانة وبفرح وبحتفل بال11، ولسه مطول شوية لغاية ما نبتدي البطولة الجاية ان شاء الله. وخليني اقول لك يا عزيزي المتابع اللي بتتابعني دلوقتي ان انا كمشجع اهلاوي اول بطولة لدوري ابطال افريقيا افتكرها واوعى عليها للنادي الاهلي هي البطولة اللي اخدها النادي الاهلي في سنة 2001. انا كان عندي ساعتها حوالي 10 او 11 سنة، فيعني الى حد ما فاكر شوية تخاطيف كده منها. فتعالى كده عد معايا كده واللهم لا حسد: 2001 2005 2006 2008 2012 2013 2019 2020 و2023. يعني العبد لله اللي قاعد قدامك ده شاف بأم عينه النادي الاهلي وهو بيرفع كاس دوري ابطال افريقيا ولله الحمد 9 مرات من اصل 11. ده ايه الحلاوة والجمال والنعيم اللي الواحد فيه ده. خليني اقول لك كمان انه من الحاجات اللي مخلية البطولة ال11 دي عزيزة عندي جدا جدا وفرحتها كبيرة عندي هي الصعاب والصعوبة اللي مر بيها النادي الاهلي طوال مشوار البطولة، وخصوصا في دور المجموعات. وعايز افكر كل الناس اللي كانت بتتابعني واللي شافتني في حلقات دور المجموعات ان انا قلت ان ده اوحش دور واسوأ دور مجموعات يقدمه النادي الاهلي في خلال فترات طويله، وفي اخر فترات وفي اخر مشاركاته في دوري ابطال افريقيا. ده واحد من اسوأ اذا لم يكن ده اسوأ دور مجموعات لعب فيه النادي الاهلي. احنا دخلنا دور المجموعات واول 4 ماتشات ما كناش شايفين قدامنا بالمعنى الحرفي. خساره من الهلال السوداني هناك في السودان، تعادل على ارضنا مع سان داونز، وخساره مذله بخماسيه في ملعب سان داونز عشان الامور تتأزم علينا. ولكن
ولكن النادي الاهلي لو اديت له نص فرصة، نص او ربع فرصة بس، هينقض عليك وهيلتهمك. وزي ما كتبت قبل كده وزي ما قلت قبل كده، عايز النادي الاهلي ما ياخدش دوري ابطال افريقيا، خرجه من دور المجموعات. لكن لو سبت النادي الاهلي يعدي بس من دور المجموعات، القارة الافريقية كلها هتزعل. وده اللي احنا شفناه المرة دي. النادي الاهلي بعد خماسية صن داونز كشر عن انيابه، والفرقة فاقت، وكولر نفسه فاق وفهم تفاصيل القارة الافريقية بحذافيرها. النادي الاهلي بعد المباراة دي ما خسرش ولا مباراة لغاية النهائي. كسبنا القطن في الكاميرون، وكسبنا الهلال هنا في مصر، وتأهلنا من دور المجموعات، ولاعبنا الرجاء البيضاوي المغربي، الفريق المحترم واللي كان اقوى فريق في دور المجموعات واقوى خط هجوم، غلبناه هنا في مصر وتعادلنا معاه في المغرب، وصعدنا لدور نص النهائي وقابلنا الترجي وغلبناهم في تونس 3-0، وكنا ممكن نشيلهم اكتر لولا رعونة بعض اللاعبين، وكسبناهم هنا في مصر 1-0. وصعدنا للمباراة النهائية عشان نقابل الوداد اللي غلبنا ظلما، وهفضل اقول ظلما مع احترام النادي الوداد، نادي كبير ومع احترام الجماهيره، غلبنا بالظلم وبالفضيحه اللي حصلت السنه اللي فاتت. صعدنا للنهائي وكسبناه هنا على ارضنا 2-1، ورحنا لهم هناك وتعادلنا معاهم 1-1 برأسيه كامبوس محمد عبد المنعم، واللي بقى ماركه مسجله في مركب محمد الخامس. والبعض الناس اللي بتقول ان الحظ وقف مع النادي الاهلي ولولا اطهر الطاهر وحارس صن داونز كان النادي الاهلي خرج، هقول لك ان انت معاك حق، وان انت كلامك ده صح فعلا. لولا ان اطهر الطاهر ضيع ضربة الجزاء ما كانش الاهلي صعد. ولكن الحظ احيانا ممكن يقف معاك وانت ما تعملش اللي عليك، فبالتالي ما تستفدش منه. يعني النادي الاهلي لو ما كانش استفاد من كده وما قدرش ان هو يغلب الهلال السوداني هنا في مصر، ما كانش صعد. فدي حاجة ما تقللش مننا، بالعكس دي حاجة تثبت ان احنا فريق كبير جدا، وانه لما الفرصة جات لنا ولما الحظ ابتسم لنا ووقف معانا، مسكنا في الفرصة بايدينا وبسناننا وصعدنا من دور المجموعات ووصلنا للنهائي واخدنا البطولة. عايز اقول لك كمان يا عزيزي ان النادي الاهلي لما اخد البطولة، سبحان الله، بعد ما كان مقدم دور مجموعات سيء جدا، بقى النادي الاهلي هو اقوى خط هجوم في البطولة، مسجل 23 هدف. وده بيوضح لك قد ايه ان النادي الاهلي بعد دور المجموعات، وبالتحديد بعد ماتش الخمسة بتاع صن داونز، ازاي النادي الاهلي تغير جذريا، وازاي مارسيل كولر قدر ان هو يفهم القارة والفرق الافريقية، وقدر ان هو يتعامل معاها بمنتهى الذكاء. والسير مارسيل كولر، بقول عليه سير، السير مارسيل كولر ده كنت عملت عليه حلقة قبل كده، ولكن لازم برضو في الحلقة هنا نوجه له التحية ونوجه له الشكر والعرفان، لانه كان سبب رئيسي في التحول اللي بقى فيه النادي الاهلي من بعد مباراة الخمسة. لما تشوف لاعيبة كشرت عن انيابها زي حسين الشحات وحمدي فتحي وبيرسي تاو ولاعيبة تانية كتير، كانت السبب انه النادي الاهلي يواصل مسيرته الناجحة ويوصل للنهائي وياخد البطولة، تعرف قد ايه ان الراجل ده مدرب كويس ومحترم وعظيم جدا، ويستحق المكانة ويستحق التجديد ليه مع النادي الاهلي من قبل ادارة النادي الاهلي. النادي الاهلي بفوزه بدوري ابطال اوروبا للمرة ال11 ضمن المشاركة في كاس العالم للاندية اللي هتتلعب السنة دي في المملكة العربية السعودية 2023، وضمن كمان المشاركة في كاس العالم بنسختها الجديدة وبحلتها وبشكلها الجديد، واللي هتكون متكونة من 32 فريق زي كاس العالم كده للمنتخبات، اللي هتتلعب لاول مره في سنه 2025 في الولايات المتحده الامريكيه. زي ما الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا اعلن، النادي الاهلي ونادي الوداد هم الناديين اللي من افريقيا اللي لغايه دلوقتي ضمنوا مشاركتهم في كاس العالم للانديه 2025. يعني النادي الاهلي لغايه دلوقتي ضامنين 2 كاس عالم للانديه 2023 و2025 علشان نعزز من رقمنا القياسي كأكتر نادي افريقي واكتر نادي عربي مشاركة في كاس العالم للأندية. فخر وعزة وشرف ما بعده شرف. فكرة ان انت تنتمي الى هذا النادي العظيم شيء مشرف جدا جدا جدا، وشيء يرفع الراس، وشيء تحمد ربنا عليه ان انت طلعت لقيت نفسك اهلاوي، فالحمد لله. طبعا مش محتاج اقول، واكيد الادارة عارفة ان احنا داخلين على تحديات كبيرة جدا، بما اننا ابطال القارة ورايحين كاس العالم للأندية وعندنا دوري السوبر الافريقي الجديد
الجديد اللي هيتلعب وداخلين في دوري ابطال افريقيا الجديده بصفتنا حاملين اللقب، فده محتاج من الاداره عندنا بقى شغل عالي جدا في الصفقات. مهاجم سوبر يجي للراجل باختيار الراجل يقود خط الهجوم، وشويه صفقات كمان تعزز من قوه فريقنا وتخلينا قادرين على مواجهه التحديات ومواجهه المباريات والمسابقات اللي جايه ان شاء الله. النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي اثبت وعزز المقوله اللي بتقول انه النادي الاهلي لو توفرت له العداله المطلوبه في المباريات، تاكد ان النادي الاهلي مش هيسمح لبطوله ان هي تفر منه ولا تهرب منه، وده اللي حصل وده اللي شفناه. علشان كده بتمنى من كل قلبي ان القاره الافريقيه والاتحاد الافريقي ولو لمره واحده يخلي عندهم من الاحمر شويه وينظموا مسابقات محترمه، مسابقات فير، يكسب اللي يكسب، يخسر اللي يخسر. اهم حاجه ان هي تكون مسابقات فير، مسابقات ما بتتفصلش علشان نادي معين ولا علشان وجهه معينه ولا علشان شخص معين، ولا اقصد كلمه شخص معين. وهنا خليني افتح قوس واتكلم في كلمتين اتنين عن الاستاذ وعن السيد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم، واللي على الرغم من الفرحه الكبيره اللي الواحد فيها ولكني حبيت ان انا اتكلم عن الجزئيه دي. السيد فوزي لقجع هو رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم، يعني شخص مسؤول وشخص في مكانه مسؤوله، شخص المفروض ان كل تصرف ليه يعمله او يقوله يبقى بحساب. لكن الشخص الغير مسؤول، مع احترامي للاخوه المغاربه اللي بيشوفوني ومع احترامي الجماهير الوداد والجماهير كل الفرق المغربيه، السيد فوزي لقجع في المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا نسى انه شخص مسؤول وتحول من شخص مسؤول لشخص مشجع، وبدا ان هو يتناوش مع لعيبه النادي الاهلي سواء محمود كهربا او غيره. وكلنا اكيد شفنا اللقطات اللي كان بيتكلم فيها مع كهربا وبيعلق له ان هو ازاي يفرح كده، لعيب واخد دوري ابطال افريقيا اهم بطوله للانديه في القاره، مش عايزه يفرح؟ شيء غريب جدا. امال انت عايز منه ايه؟ حاجه غريبه جدا. عايزه يعني يقعد ويعيط عند الكورنر مثلا؟ شخص غير مسؤول بالمعنى الحرفي. هو نفس السيد فوزي لقجع اللي طلع من حوالي سنه او سنتين وقال تصريحات مستفزه جدا عن الكره المصريه، وقال انه حان وقت انتهاء عصر الفساد اللي كانت بتعيش الكره المصريه وسيطرتها على الاتحاد الافريقي، وان احنا كل بطولاتنا اللي اخدناها سواء انديه او منتخبات اخدناها بالفساد. السيد فوزي لقجع بيعلق وبيتكلم عن الكره المصريه اللي مع احترامي الشديد للكره المغربيه وللجماهير المغربيه ولكل الانديه وللمنتخب المغربي، الدوله المصريه سواء بمنتخبها او بمنتخباتها، سواء المنتخب الكبير او بمنتخب الشباب او بانديتها الاهلي والزمالك والاسماعيلي وغيرهم، الانديه والمنتخبات المصريه معروفه في القاره الافريقيه، معروف بطولاتها ومعروف امكانياتها ومعروف مشاركتها. مش هيجي واحد زي السيد فوزي لقجع هو اللي هيقول انتهى عصر الفساد. احنا كنا بناخد بطولات سواء منتخبات او سواء انديه قبل حضرتك ما تتولد يا سيد فوزي لقجع. فلما تيجي حضرتك تتكلم عن المنتخبات المصريه او عن الانديه المصريه او تيجي تبقى في منصه موجود فيها نادي مصري، لازم تظهر الاحترام لهذا النادي ولهذه المنتخبات، لان انت بتتكلم عن بلد كبير على المستوى الكروي سواء بمنتخباته او بانديته. دول كلمتين كده حبيت ان انا اقولهم للسيد فوزي لقجع علشان دي تاني لقطه تتاخد عليه. هو رئيس للاتحاد المغربي يحترم ان هو بيعمل لمصلحه منتخباته ولمصلحه انديته، هو رئيس الاتحاد المغربي وده دوره اللي هو موجود في هذا الموقع عشان يعمله. لكن مش من حقه ان هو يهاجم ولا ان هو يقلل ولا ان هو يخش في معارك ولا ان هو يخش في مناوشات مع لاعبين ومع انديه ومع منتخبات لبلدان تانية. فدول كلمتين كده حبيت ان انا اقولهم عشان اوصل رسالتي وعشان اقول الكلمه اللي عندي لهذا الشخص المسؤول والغير مسؤول في نفس ذات الوقت. لكن خلونا بقى نرجع تاني لاحتفالاتنا وللسطلانه وللحادية عشر. عايزكم تقولوا لي ايه هي مشاعركم بعد الحادية عشر، اكتبوا لي في التعليقات، قولوا لي فرحتكم كانت عامله ازاي، فرحتوا ازاي، ولحظه الهدف بتاع محمد عبد المنعم عملتوا ايه. قولوا لي كل الحاجات دي في التعليقات. واللي لسه مش مشترك معانا في القناه ينزل على طول بقى ويعمل سبسكرايب للقناه ويفعل زرار الجرس علشان ما يفوتهوش حلقه من حلقاتنا. احنا داخلين في الايام الجايه بقى ان شاء الله على شويه احداث كرويه عنب لازم نكون فيها مع بعض. داخلين على تصفيات كاس عالم في افريقيا وعلى كاس افريقيه وعلى كاس اسيويه وعلى كوبا امريكا وعلى ويفا وحاجات زي العنب. فعايزكم بقى تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زرار الجرس عشان تشوفوا كل حلقاتنا، وعايزكم كمان تعملوا فولو لحساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، واللي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. يلا بقى نكمل فرحه ونكمل السطلانه ونكمل الاحتفالات ونفضل
نحتفل بالحادية عشر وبالتاسعة وبالعاشرة المسكينة اللي في النص لغاية ما نبتدي دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد إن شاء الله. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة وحدوتة جديدة من حواديت الرياضة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.